السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم البنات، نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. والفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم كامل متهنيين وفي صحة جيدة. هاني يا البنات جيتكم بهذا لا فيديو اللي كنت وعدتكم به. والله البنات البارح في الليل خدمت لكم المونتاج نتاعو، قلت لازم نحطه لهم اليوم. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما راكم تشوفوا بديت لكم لا فيديو تاعي بالمخللات، فوالا، او كيما نقولوا له حنايا بالدرجه تاعنا نقولوا له 4 سيزون. هنا حكمت الخضره تاعي. هنا واش حطيت فيه الخضره؟ حطوا البنات الخضره واش تحبوا تاكلوها انتوما. انا درت سناريه، قطعتها كيما راكم تشوفوا. ودرت البسباس، ودرت فيها شوفلور، ودرت فيها حبات تاع لفت، فوالا. هنايا وطبعا القرون تاع الحار. هنا الملاحظه اللي نمدها لكم، الخيار من الاحسن ما تقشروش. انا البنات هنا والله كنت نقشر حتى شغل بديت في الخضره الاولى، كي وصلت للخيار كملت قشرته، اولي نغسلو باك ونقطعو. كنت قشرته بصح نورمال عادي جدا. الخيار باك قصوه شويه يكون خشين، باسكو شغل السناريه تاخدنا وقت به الطيب وال عفوا واللفت وهذيك الخضره الاخرى. الخيار هو في ساعه يطيب. نحاولوا نقصوه شويه خشين باش يجيو قد مع بعضهم. من بعد هنا وجبت، بعد ما حطيتهم، انا درتهم في البيدون تاع بو 5 تاع سعيده كما راكم تشوفوا. ضفت له لترتين تاع ماء، 2 لتر من الماء، و4 ملاعق بومبي تاع ملح، وزوز كيسان تاع الخل. من الأحسن يكون خل أبيض. هنا الملاحظة اللي نمدها لكم، هنا كل لتر تاع ماء يقابلها زوز مغارف تاع ملح وكاس تاع خل. وانتوما ديروه على حساب الكميه تاع الخضره اللي درتيو. وماشي البنات لازم ديروها في بيدون بو 5، حبيتو ديروها في قراعي ولا ديروها في بلارات تاع الزجاج، هي من الاحسن في بلارات تاع الزجاج. مي بصح كي يكون ما متوفرش عندك البلارات ولا راح ديري كميه كبيره، ولا ديريها في بيدون كيما هكا البنات. انا والله درت ديما نديرو كيما هكا وينجح لي ويجيني ما شاء الله. فوالا حطيت المكونات تاعي كامل مع بعضهم، حطيت الخل والملح. وهنايا الحار، بالنسبه للحار اللي تحبوه باش يكون حار، تقص القرون تاع الحار تقصهم على زوج الى نصفين، ولا تفتحهم في النص هكذا باش يطلقوا الحار. انا هنا ما حبيتهوش يجيني حار، باسكو من بعد راهو كي راح يطيب راني رايحه نداويه. طبعا كي يطيب ليا البنات راني راح نشارك معاكم كيفاش داويتو، فوالا. وهنايا كي حطيت الملح والخل نتاعي نحاولوا نحركوه شويه كالبنات باش الملح ما يبقالناش في بلاصه واحده، باش يجي شغل الخضره تاعنا كامله تتقاس بالملح وبالخل. ومن بعد هنايا جبت الزيت، حوالي نصف كأس تاع الزيت نحطوها من فوق به ما يفسدناش الخضره تاعنا هذيك، فوالا. ونغلقوا مليح البيدون تاعنا ونحطوه بجيه. انا حطيته تحت البوتاجي، ما نفتحوهش مده 15 يوما. 15 يوم البنات ما نفتحوش، بعد 15 يوم نفتحوه. كي نلقاوه الخضره تاعنا هذيك مقرمشه، اسما راهو واجد معنا الكات سيزون تاعنا. من بعد نداويوه. كي نعود راح نداوي البنات راني راح نشاركو معكم باذن الله تعالى. من بعد رحت حكمت القرنون تاعي. هنايا البنات نحيتو هذوك اللي من تحت، ومن بعد قصيتو كيما راكم تشوفوا. هذا المقطع راح لي، كنت عم بالي راني نصور، مي بصح راح لي. شوفوا بك البنات، قصوه كيما راكم تشوفوا. من بعد احكموا المستعكم، نقيوه نحيولو هذيك الخضوره تاع الريش كامله اللي من فوق، نحيوها له، فوالا.
من بعد نزيدو نحيولو هاديك الشعرة تاعو اللي تجي لداخل. فوالا هنا لازم الموس اللي تخدموا به لازم يكون ماضي شويه، باش باسكو الريش هذاك راهو تلقاوه شويه هكا شغل حاكم روحو. فوالا هاي الطريقه اللي درتها معاكم في العام اللي فات. كنت حضرت درت لكم الطريقه هذيك تاع اللي نحطو يغلى في الماء والخل، من بعد نحيه ونحطو في الماء بارد. المره هذه يا البنات ما درتوش في الماء، درتو كيما راكم تشوفوا، نقيتو مليح، غسلتو، من بعد حبكتو كامل كامل بالقارص كيما راكم تشوفوا. هنايا الحبه اللي تنقيوها حبكوها بالقارص، فوالا باه ما يكحلكمش. شوفوا البنات كي تحبكوه بالقارص ما شاء الله، شوفوا كيفاه يبيض يولي روعه. وبعد تحتفظوا به في الاكياس ولا في علبه ولا في بورتمونجي. فوالا انا درتها في اكياس تاع كونجيلاسيون كيما راكم تشوفوا. فوالا شوفوا البنات القارص كيف ما يخليهش يكحل. فوالا هنا خبيو الكميه اللي راكم رايحين تحتاجوها. فوالا وهنايا البنات نشكركم على التعليقات نتاعكم اللي خليتيوها لي في الفيديو السابق. نقول لكم شكرا جزيلا ولكم بالمثل. فوالا ومن بعد هنايا بعد ما درت القرن نتاعي حطيته في الكونجيلاتور ورحت حكمت الكابويه. هنايا البنات الكابويه دركا في رمضان راهو يزيد يغلى او يرتفع السعر نتاعها. هنايا كنت شريها للزوج نتاعي، كنت قشرتها وغسلتها وقصيتها هكا، قصيتها طراف هكا كيما راكم تشوفوا. من بعد نحتفظ بها في الاكياس ونحطها في الكونجيلاتور، تبقى لك البنات مده طويله ما تروح ما تجي، تبقى على حالها. نستعملوها البنات في لي سوب. انا الكابويه البنات ما نستغناش عليها في لا سوب تاع بالخصوص تاع العدس الاحمر، نستعملها بزاف بزاف. فضيت الكابويه تاعي حطيتها بجيه ورحت هنايا جبت الدقله تاعي. كنت ما غسلتهاش البنات باسكو راهي طريه طريه خلاه، ما غسلتهاش، جست هكا لمسحتها برك. من بعد حطيتها في كوربيه وجبت لي ساشي تاعي وبديت نحطها في لي ساشي كيما راكم تشوفوا. هنايا راني ما صورتش معاكم، كاينين وحدن خليتهم بيهم بالعرجون تاعهم. كون هكا يجيكم البنات ضيف ولا تجبدوهم تحطوهم. والله يا البنات الهدف من هذا التحضيرات كامل انهم في رمضان يزيدوا يرتفعوا الاسعار نتاعهم، تولي الحاجه دوبل السعر تاعها يولي دوبل. والله الله المستعان كلش غالي كلش. الحاجه اللي تمسوها تلقاوها تكوي تكوي. ومن بعد نروح ونحضروا مع بعضنا هذه يا البنات التدبيره ولا هاد المسكوتشو اللي رايحه نديرها بالسلق، اللي هي بديل البيستاش او الكاوكاو البنات هذاك الملون. فوالا اول حاجه نديروها هنايا واش هي نحكموا السلق تاعنا. طبعا نغسلوه نقيوه نحيولو البنات هذاك العود تاعو ولا هذاك الغصن تاعو نحيوهولو. هنايا نحتاجو غير الريش، فوالا نحتاجو غير الريش تاعنا نقطعوه كيما راكم تشوفوا ونحكمو كاس تاع زيت، نحطو نصف الكميه ونصف الكاس تاع زيت المره الاولى نرحيو. من بعد نزيدو الكميه الباقيه تاع السلق والكميه ونصف الكاس تاع الزيت اللي بقى لنا نكملوه. بسم الله هنايا دي لنا كاس تاع زيت، ورقه تاع
سلق. شوفوا البنات داك اللون يهبل يهبل. فوالا نرحيوه نحطوه بجيه كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نروحو نحضروا المسكوتشو مع بعضانا. وصدقوني يا البنات نتمنى كامل تجربوها وتخليو لي الاراء نتاعكم في التعليقات. وفوالا هنايا واش درت، حكمت 2 بيضات درتها في ريسيبيون، ودرت لها كاس تاع سكر نطلعها مليح بالباتور حتى يتغير لي اللون تاع السكر تاعنا والبيض. نزيد نضيف لها لافاني سائله ولا بودره. فوالا ونزيد نضيف لها الكاس تاع الحليب. فوالا ونخلط. يد البنات راهو يخلط ويد راهو يضيف في المكونات. من بعد زدت جبت الكاس تاع السلق هذاك اللي كنت رحيته بالكاس تاع الزيت. فوالا مزجت المكونات تاعي كاملين مع بعضهم. من بعد رحت جبت 3 كيسان تاع فرينه، هنا نحطوهم البنات مره واحده، وكيس تاع خميره كيميائيه. هنا الفرينه تاعي راني مغربلتها كيما شريتها البنات، كنت غربلتها مباشره وحطيتها في العلبه تاعها. فوالا هنايا واش دات لنا المسكوته هذه تاع السلق. دات لي 2 بيضات، كاس تاع سكر، كاس تاع حليب، ملعقه تاع فاني، كاس تاع زيت اللي كنت رحيته اللي كنت ضفته لهداك السلق. نتحصلوا على الخليط نحطوه اسمه كاس تاع سلق مرحي. فوالا 3 كيسان تاع فرينه وكيس خميره كيميائيه. نمزج المكونات تاعي كامل مع بعضهم حتى ينسجموا لنا ونتحصلوا على خليط القوام تاعو يكون شويه البنات حاكم روحو. من بعد نروحو نجيبو المول ولا البلا اللي رانا رايحين نطيبو فيه. انا استعملت هذا تاع السجاج، دهنته بشويه زيت وحطيت الخليط نتاعي. هنا كنت كيما بديت نخدم فيها شعلت الفور تاعي على درجه حراره 180 درجه. نشعلوا لها من تحت كي نلقاوها بدات تحمر على الجناب نطفيو لها ونخليوها البنات جوست تشيح لنا الكيكه تاعنا من فوق. من بعد نطفيو عليها. هنا كي تحطوها في المول تاعكم حاولوا انكم تعدلوها به ما تجيكم جهه عاليه وجهه جهه هابطه. هذه البنات الكيكه صدقوني دوكا كي تشوفوا فيها السلق راكم تقولوا تجي فيها لوغو تاع السلق، ما يجي فيها لوغو تاع السلق، ما يجي فيها الريحه تاع السلق. صدقوني يا البنات نجموا ميم تاكلوها هكاك، ديروا لها شويه شوكولا من فوق ولا شويه كونفيتور ولا وتاكلوها راهي جد جد صحيه. انا للامانه انا ما شغل ما كليناهاش البنات، كنت رحيتها كيما راكم تشوفوا ودرتها في علبه محكمه الغلق وحطيتها البنات تحطوها في الكونجيلاتور تبقى لك مده طويله. والله يا البنات ما تفزد لكم ما تروح ما تجي. تبعوا بك الخطوات كيما درتهم لكم انايا. نعتذر البنات نعتذر، اسكندر ولدي مداير حاله كي يشوفني هزيت التليفون وبديت نخدم لكم في المونتاج تقولي دير فيا المكره يا البنات، ما لقيتوش ندير له حملوه وخلاه. فوالا هنايا رحيت كيما راكم تشوفوا. من بعد رحت جبت بلا درت له ورق الطهي كيما راكم تشوفوا ونحط فيه هذاك الخليط نتاعي اللي كنت رحيته. فوالا نتمنى كامل البنات تحضروها ديروها في علبه. شوفوا تزينوا بها الكيكات، تزينوا بها التحليات، تزينوا بها الحلوى تاعكم، تزينوا بها بواش حبيتيو ديروها وجدوها وحطوها حطوها في علب واحتفظوا بها. فوالا هنا البنات كي تحتفظوا بها خارج الثلاجه خارج الكونجيلاتور راهي تقعد لكم مده 6 اشهر ما تفزتش. وكي تحطوها في الكونجيلاتور تقعد لكم مده عام تقعد على حالها ما تروح ما تجي.
فوالا. واللي ما حبتش دير كميه هكا كبيره، ديري بيضه واحده، جربيها بيضه واحده، وقصتي المقادير كامل على زوج. شوفوا البنات هذاك اللون تاعها ما شاء الله. فوالا. هنايا البنات كي تحطوها كيما كي تحطوها في البلا، تخليوها كيما نقولوا حتى لوين تشيح لكم خلاص. كيما على بالنا المسكوتشو البنات مولفين كي نديروها تشيح كي نخليوها كيك ما نغطيوهاش ولا راهي راح تشيح لنا ليه. هنايا انا خليتها ليله كامله وزدت نهار كامل، حتى كيما نقولوا غدوه في الليل حطيتها في لي بورطمونجي. فوالا. هنا البنات راني ما حطيتلكمش المقطع بعد ما شاحت لي. حتى كي بديت نخدم لها في المونتاج تفكرتها كملوا بك لا فيديو للنهايه تشوفوا كيفاش كي شاحت لي وكيفاش عادت. من بعد رحت حكمت هنايا المعدنوس تاعي. هنا درت دبشه ودرت معدنوس مع بعضهم. كنت حطيتهم رحيتهم في الاشوار، ومن بعد حطيتهم في هذيك المكعبات تاع لي كلاصون تاع الكونجيلاتور. وكي جمدوا نحيتهم درتهم في بورطمونجي واحتفظت بهم. كي تعودوا البنات رايحين طيبوا بهم تجبدوا الحبه كيما راه هذيك كونجيلي وتلوحوها في البرمه تاعكم. فوالا. من بعد رحت حكمت كان جاب لي الزوج نتاعي لونشوا. قلت له باه نصبروها باه نديرو بها البنات. انا نحب لونشوا في البيتزا، وبالخصوص في البيتزا كاري. فوالا. انا واش نديروها هي البنات كيما نقولوا الوصفه الاصليه اللي باه كيما نقولوا نرقدوا بها لونشوا تاعنا. لونشوا ما تغسلش، مي بصح انا البنات ما نجمتش ما نغسلهاش. كنت شللتها برك درت لها الشليله هكا تحت العين. من بعد نحي لها الراس نتاعها ونحيو لها هذوك الزايد نتاعها اللي لداخل. فوالا. ونخليوها حتى تنشف البنات. لازم تقطر مليح 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 من الماء. انا كنت درتها في الليل وخليتها حتى الغدوه الصباح. وين درت لها هذاك الملح نتاعها. وفوالا. هنا حطيت اللونشوا تاعي راهي تقطر لي مليح من الماء، ورحت حكمت التفاح. هنايا راح ندير معاكم نطيبوا مع بعضنا التفاح. نستعملوها البنات نستعملوه في طاجين لحلو، ولا نستعملوه هكا كون يجيك البنات ضيف، ولا تحطوا له هكا اون ديغي البنات يجي كيما الكونفيتور هكا يجي طايب، يجي بنين بنين بزاف. حكمت التفاح تاعي قشرته ودرته في ريسيبيون هذيك كان فيها الماء، وعصرت فيها الحبه تاع القارص. ولا قشروا بالحبه تاع التفاح وحكوها وحبكوا لك الكعبه تاع التفاح حبكوها بالقارص. بصح هذا الطريقه احسن واحسن خير ملي تقيل البنات دير بالحبه ودير. حطوا الغيسيبيو تاعكم فيه الماء، قشروا التفاح تاعكم وحطوا فيه هذاك الماء اللي فيه القارص باش ما يكحالش. من بعد حكمت لا كوكوط نتاعي درت فيها زوز كيسان تاع ماء وضفت لها ربع كيسان عفوا زوز كيسان تاع سكر وربع كيسان تاع ماء، ودرت لها عود تاع قرفه وحبيبات زوج حبات تاع نجمة الأرض. هنا البنات القرفة تاعي كانت شغل كيما نقولوا تفكت لي من بعضها، راهو عود واحد تاع قرفة وزوج حبات تاع نجمة الأرض وملعقة ملعقة تاع زبدة ماشي كبيرة بزاف متوسطة. ونحطوها فوق النار حتى وين يغلي لنا الماء. كيما نشوفوا الماء تاعنا بدا يغلى نحطوا الحبات نتاعنا تاع التفاح. هنا من الأحسن خيروا التفاح يكون الحبة تاعو صغيرة وما تنحيولوش البنات هذاك العود نتاعو ما تنحيوهولوش باسكو هو اللي شغل يمد لنا هذاك المنظر كي نجيو نشبحوا طاجين الحلو تاعنا. فوالا. بعد ما بدا
هداك السيرو تاعنا يغلى، حطيت فيه الحبات تاعي تاع التفاح. انا كانت الكميه تاع التفاح اللي درتها في السيرو هذا كانت 2 كيلو. 2 كيلو تاع تفاح، والله يا البنات راهو غالي ما حبش خلاه يطيح. 35,000 الكيلو، وكاين تاع 30,000. فوالا. هنايا الدور تاع الزبده اللي حطيتها هي ما تخليلكش دير لك هذيك الرغوه بزاف. شوفوا البنات، لو كان ما درت لهاش الزبده، لو كان راهي دارت الرغوه هذيك من فوق شغل دير رغوه بزاف. فوالا، حاولوا هذيك الرغوه الصغيره اللي دير حاولوا نحيوها بالمغرف. بعد ما طابلي انا خليته البنات 20 دقيقه. 20 دقيقه من بعد طفيت عليه وضفت له فنجال تاع ماء الزهر وملعقه تاع لافاني بودره. فوالا، وخليوها البنات حتى يبرد تماما. لازم يبرد خلاه. من الاحسن ديروه الصباح وحطوه في العلبه في الليل، ولا ديروه في الليل وخليوه ليله كامله حتى الغدوه الصباح حطوه في العلب نتاعكم. فوالا. هنايا انا خليته نهار كامل، درتو طيبتو الصباح، وفي الليل حكمت بورطمونجي تاعي، هزيت الحبيبه تاعي كيما راكم تشوفوا، ستفتهم في البورطمونجي. من بعد جبت بورطمونجي هكا صغيره، نحي هذاك العود تاع القرفه تاعي ونجم الثلاث ما نحطوهش البنات معاهم، نحيوه وحديهم، نحطوهم في بورطمونجي هكا صغيره ولا في علبه صغيره ونخبيوهم. كي نعودوا البنات رايحين نطيبوا بهم، نجبدوهم نحطوهم في طاجين الحلو تاعنا. فوالا، بصح ما تخليوهمش البنات مع السيرو والتفاح، باسكو من بعد يطلقوا لنا ديك المراره تاعهم. بعد ما ستفت التفاح نتاعي كيما راكم تشوفوا ستفته وفي العلبه، وهزيت هذاك الشربات كامل صبيته عليه، وغطيت العلبه تاعي وحطيتها في الكونجيلاتور. من بعد غدوه الصباح ديال البنات حكمت لونشوا تاعي بعد ما نشفت لي مليح مليح. حكمت بورطمونجي كنت فرشتها كامله بالملح، ديروا لها كميه مليحه هكا تاع ملح. من بعد احكموا هذيك لونشوا تاعكم، ستفوها كامله البنات. شوفوا كي تعودوا تستفوا فيها، حطوا شوف جهة الراس تجي على جهة، من بعد عكسوا الحبة تاعكم، تجي راس منا وراس من هين، راس منا وراس من هين، والجهة المفتوحة تاع اللونشوا تاعكم كيما نقولوا تساميوها بالجهة المغلوقة تاع لونشوا. شغل كي تعود لونشوا تاعكم الجهة اللي تحطوا الجهة المحلولة قابلوها بالجهة المغلوقة. فوالا. والراس نتاعها حطوا راس على كيما نقولوا عكسوا جهه، حطوا الراس على جهه، ومن الجهه الاخرى عكسوا الحبه تاعكم، ساعه حطوا هك ساعه حطوا هك كيما راكم تشوفوا فيا. ستفوها كاملين. بعد ما تستفوا الطبقه الاولى زيدوا حطوا غطيوها كامل بالملح. فوالا، وانتم ديروا هكاك على حساب الكميه تاعكم اللي رايحين ديروها. ديروا طبقه ملح، بعد طبقه لونشوا، من بعد غطيو لونشوا تاعكم بالطبقه تاع الملح خلاف، ومن بعد زيدوا تحطوا لونشوا وانتم هكا حتى تفضوا الكميه تاعكم كامل اللي رايحين ديروها. فوالا، انا درت طبقه بطبقه حتى وين فضيت خلاص. لونشوا البنات نستعملها بزاف بزاف في البيتزا، وبالخصوص في البيتزا كاري. باذن الله قدام رمضان ان شاء الله راني راح نشارك معكم بيتزا كاري سكيكديه على اصولها. رانا حنا سكيكدا مشهورين بالبيتزا كاري تاعنا. باذن الله راني رايحه نشاركها معكم. طلبوا لي بك البنات ان شاء الله، ربي يعطيني بك صحتي والوقت. والله والوقت عندي حوايج بزاف بزاف راني حابه نحطهم لكم، بصح صدقوني والله الوقت اللي ما عنديش. من بعد ما كملت الطبقات تاعي كامل نغطيوها مليح ونحطوها في مكان لازم يكون الظلمه فيه. حطوها في بلاكاره ولا حطوها ليسونسيال البلاصه اللي تحطوها فيها يكون مظلم.
وهذه لا المسكوتشو اللي بالسلق اللي كنت حضرتها معكم في بدايه لا فيديو. فوالا شوفوا البنات داك اللون يهبل يهبل، جات صدقوني جات ما شاء الله. نتمنى كامل تجربوها. بالنسبه اللي يقولوا كيفاه كيكه بالسلق، راهو السلق البنات الدور نتاعو جوست اعطانا اللون. ما الكيكه هذه لا او المسكوته هذه لا ما تلقاو فيها لا طعم ولا رائحه تاع سلق. فوالا راهي المقادير تاعها جد بسيطة، موجودة في كل بيت. تلقاوها البنات والله صدقوني تلقاوها كل حسنة في الدار. تزينوا بها تحليات، تزينوا بها حلوى، تزينوا بها كيكات، تزينوا بها واش حبيتي. وباذن الله الفيديوهات القادمه راني راح نشارك معكم بعض التحليات اللي كنت زينتها بهذا المسكوتشو او بديل البيستاش او الفستق الحلبي. راهو كيما على بالنا باللي الاسعار راهي في السماء. هذه الوصفه جد جد راح تفيدكم البنات. فوالا وصلنا لنهايه لا فيديو. هنا واش نقول لكم ما تنسونيش بالجيم، ونشكركم كامل على التعليقات الحلوه اللي خليتوها لي في الفيديو السابق. والمتتبعات اللي دخلوا معايا جدد نقول لكم مرحبا بكم. القناه قناتكم وانا راني منوره بوجودكم عندي. واللي مازالوا ما اشتركوش في القناه نقول لكم اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم جديد لوجين. الى اللقاء.